السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ الهوات مع عفاف، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هنقدم لكم اليوم بريوش هدا اولا خلية النحل بانجح واخف عجين قطني رطب، ما كيكلف علينا لا في المجهود ولا في المقادير، سهل واقتصادي، والنتيجة ديالو من اروع ما يكون. كنصحكم انكم تجربوه لانه فعلا غادي نسيكم في كل ما جربتو من قبل. عجين ناجح 100% وبريوش خفيف ولذيذ. فتابعوا معايا الوصفة للأخير. دوزو مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير باش نحضر هاد البريوش غادي نحتاج كاس ونص ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، بياض بيضة وحدة اللي نكون خرجها من قبل من الثلاجة، والصفار غادي نخليه للدهن، 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة مع كيس ديال السكر فاني، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز مع معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الخل، و3 الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض، من الافضل يكون خاص بالحلويات. وبسم الله في البول اللي غادي نوجد فيه العجين كنوضع اولا الحليب اللي كيخصو يكون دافي باش كيعاون الخميره تفاعل بشكل اسرع. كنضيف عليه الخل، وإلا كان الخل الابيض متوفر يكون حسن، انا استعملت غير الخل العادي، كيس ديال الفاني ولا قطرات ديال الفاني السائل، مع خميره ديال الخبز وسكر سنيده قلنا 2 معالق كبار. ناخد طراب ولا معلقه وندوب مزيان هاد السنيده في الحليب مع باقي المكونات. من بعد ما ندوبها مزيان غادي نعطيها واحد 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، الوقت اللي تفاعل ليا فيه الخميره وتخمر ليا هاد الخليط هذا. من بعد غادي نضيف باقي المكونات، غادي نزيد الزيت مع البياض ديال البيض والملح، كل حاجه كنضيفها كنخلطها مزيان، وعاد كنضيف الحاجه اللي من موراها هكذا حتى غادي تجمع عندي العجين. الدقيق كذلك غادي نتعامل معاه بنفس الطريقه، وهذا علاش قلت لكم عجين بدون مجهود وسريع، ما كياخذش الوقت ندلكوه ولا نعجنوه، فقط الوقت اللي غنحتاجوه هو فاش غادي تخمر العجينه. هذا علاش قلت لكم استعملوا الحليب دافي كيسرع هذه العمليه، ونردوا البال يكون سخون غادي يخسر العجينه كامله. ضفت المكونات كامله، دابا بقى لي الدقيق غادي نضيفو كاس بكاس، واخا نكون عارفه الكميه اللي خاصاني من الافضل كنعرفوا الدقيق كيختلف من نوع لنوع. انا كفاني 3 الكيسان ونص، يمكن يكفيوك غير 3 الكيسان وربع او لا اكثر. هذا علاش كنبقاو نضيفو شويه بشويه وحنا كنخلطو هكذا العجين كيتخدم مزيان، وكنبقاو متحكمين في القوام ديالو. من بعد ما ضفت 2 كيسان ديال الدقيق وخلطتهم مزيان بالطراب اليدوي حتى صبح عندي بحال الخليط ديال الكيك. دابا غادي نحيد الطراب وضفت الكاس الثالث، غادي نستعمل اليد باش هكذا نتاكد من القوام ديال العجين المطلوب، ونخلط مزيان. ضفت نص كاس ديال الدقيق اللي بقى، وغادي ندخلو مزيان العجين حتى كيختفي الدقيق تماما. في الاخير كيصبح القوام ديال العجين على هذا الشكل، وهذا هو القوام المطلوب. ما تزيدوش ليه الدقيق، كيكون خفيف وكيتلصق في اليدين. كندهن يدي بشويه ديال الزيت باش كيعاونني نجمع العجين على شكل كره في الوسط ديال البول. غنغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تخمر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها. كتاخد ليا تقريبا 30 حتى 40 دقيقه على حسب الجو. وهذا هو العجين من بعد ما اختمر، خدا ليا 30 دقيقه. شوفوا ما شاء الله الحجم ديالو كيفاش تضاعف، كذلك القوام ديال العجين كيصبح ناعم من بعد ما كيرتاح، ما كيبقاش يتلصق في اليد كيف قبل، وكيسهل علينا العمل عليه. غادي ناخدو بهذه الطريقه هذه، غنفرغو مزيان من الهواء اللي كيتجمع في الداخل ديالو قبل ما نبدا نشكلو. كناخد المول اللي غادي نطيب فيه البريوش، دهنتو مزيان بالزبده، غنشكل عليه مباشره مع قطع ديال الشكلاط للحشو. هذا اذا اختاريتو ديروا هكذا شهده معمره بالشكلاط، ولا يمكن لكم تستغناو عليه. ومعلقه معياريه هذه غادي نهز بها العجين باش هكذا كيجوني الكرات كلهم قد يمكن لكم تعمروا بالميزان او لا عينكم ميزانكم، هكذا كيجي منظم كيجي زوين في الشكل، وكذلك كيطيبوا في نفس الوقت. خديت هكذا هذا القياس تقريبا بالميزان غادي تكون واحد 12 غرام. غادي نبسطها باليد ديالي غير شويه من الجوانب، نوضع قطعه ديال الشكلاط في الوسط ونغطيها مزيان بالعجين. تاكد اني سديتها بشكل جيد قبل ما نشكلها على شكل كره وستفها في المول. بالنسبه للحشو تعمدت هنا نستعمل الشكلاط بشكل قطع وماشي شكلاط ديال الدهن. كاينين بعض الانواع مجرد ما كندخلوهم للفران كيبداو يطلقوا الزيت،
الشيء اللي كيطرطق لينا العجينه خصوصا الشهده ولا جميع الانواع البريوش اللي كتكون فيهم العجين خفيف بزاف، بعكس القطع ديال الشكلاط كيذوبوا في الوقت اللي كيطيب فيه البريوش كيجيو هما هادوك. اولا يمكن لكم تستعملوا الطريقه اللي كيديروا المحلات، كيخليو الشهده خاويه حتى كطيب وكيقلبوها وكيعمروها بالبوش من اللور. بالنسبه للشكلاط اللي استعملت، الشكلاط اللي كنغلفوا به ستابلي اللي فيه شويه درجه ديال الكاكاو عاليه، كيكونوا مربعات كبيره، قسمتهم لقطع واستعملتهم في الحشو. نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحشو ديال جميع كريات خليه النحل ديالي ونرجعوا لتتمه الوصفه. خلية النحل ديالي وجدات، ما بقى لي الا نخليها تخمر. غنغطيها مزيان بالبلاستيك الغذائي، ما كتاخدش وقت طويل لانها اثناء التشكيل كتبدا كتختمر، كيبقى ليها تقريبا 10-15 دقيقه وكتكون اختمرات تماما، كتصبح على هذا الشكل. غادي ناخذ صفار ديال البيض اللي كنت خليته في الاول ديال الوصفه، غنزيد عليه معلقه كبيره ديال الماء اولا ديال الحليب، قطرات ديال الخل اولا شويه ديال الفاني باش تحيد لينا اي تفوريه ولا ريحه تبرزتنا في البيض. يمكن نديرو حتى الحليب بوحدو، وغادي ندهن مزيان الخليه. نحاول نركز على الجوانب والوسط ديالها باش كتاخد ليا من بعد ما طيب لون واحد. واللمسه الاخيره غنضيف رشه ديال الزنجلان من الفوق، وصراحه ماشي غير تزيين، كيعطي ريحه وكذلك طعم للخليه. يمكن نزيدو شويه ديال الصانوج اذا بغينا حتى هو كيجي مزيان. هنا كنكون مسخنه الفران من قبل على 180 درجه من الاسفل ومن الفوق. كنوضع الخليه ديالي في الرف الاوسط، كنطفي الفوق وكنخليها طيب غير من التحت حتى كتبان ليا الحموريه بدات كتطلع من الجوانب ديالها. نطفي لتحت ونشعل الفوق، نرد معاها البال مزيان لانها دغيا كتحمر وما كتاخدش وقت كتير. على حسب الفرن تقريبا 25 دقيقه كتكون واجده وكتجي على هذا الشكل. الشهده طيبه مزيان ومحمره، المنظر ديالها كيشهي، لاحظتوا حتى الشكل ديالها بقى كيف ما هو. الفران اذا جهدنا عليه اكثر من القياس حتى هو كيخلي العجينه تطرطق، خصوصا اذا كانت فيها حشوه من الداخل. وجدت 2 معالق كبار ديال العسل، ضفت عليهم معلقه ديال الماء طايب وخففتو بهم مزيان هكذا باش نسقي الخليه من الفوق. اذا بغيتو تستغناو على هاد المرحله هذه يمكن لكم غطيو فقط الخليه بواحد الثوب، خليوها يرجع ليها داك البخار باش هكذا كتبقى رطبه. انا هنا درت البلاستيك الغذائي باش ما يلصقليش في العسل في الثوب، وغطيتها. غادي نخليها 5 حتى 10 ديال الدقائق، وهذا هو الشكل ديالها. كتجي رطيبه بزاف. انجح عجين تحضروا به الشهده، قوتني كيذوب في الفم، المقادير ديالو اقتصاديه، وهذا الشكل ديالو من الداخل كيف كتشوفوا راه خفيف بزاف. نتمنى فقط انكم تتبعوا المراحل كامله، التخمير والطياب، وانا متاكده غادي تحصلوا على نفس النتيجه واحسن. وبهذا كنكون وصلت معكم لنهايه فيديو اليوم، قدمت لكم فيه خليه النحل او الشهده بطريقه سهله اقتصاديه، والنتيجه من اروع ما يكون. كنتمنى تجربوها تستمتعوا بها. ارسلوا لي صور التطبيقات ديالكم على صفحه الانستغرام، الرابط اسفل الفيديو. ما تنسونيش من جميل عجبتكم الوصفه. كذلك الا عندكم اسئله خلوا لي تحت في التعاليق. اما اذا كنتي اول مره كتزور القناه كنرحب بك وكندعوك للاشتراك، لاننا في مطبخ الهوات كنوعدك دائما بتقديم كل ما هو جديد ولذيذ.